السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير إن شاء الله، وكنتمنى تكونوا في تمام صحة بإذن الله، وكنتمنى لكم رمضان كريم، الله يدخلوه عليكم بالصحيحة والسلامة وكاع داكشي اللي كتمناو. نبداو إن شاء الله مع فيديو جديد، رشيمة وتطبيق، وكذلك رشيمات ديال الإبرة الشرقية، لأن جات تساؤلات عليها بزاف، رشيمات اللي كيكونوا جدادين ولا حتى يعني رشيمات اللي نتوما تقدروا تعرفوهم بأن هادو غادي يجيو الإبرة الشرقية ولا لا، يعني راه ما كاينش إشكال. ندوزو بالنسبة للموديل الأول راه شفتو كي داير، وإن شاء الله غيتعاود داك الشي علاش سبقتوه راه غيتعاود بحالو، غنوليو نهضروا عليه. عندنا هاد الجليليبة هادي، جلابة بالطرز الرباطي، الطرز البلدي الصراحة اللي كيجي زوين بزاف. هاد الموديل اللي مختلف، هو مولفين كنشوفوه هكا بالوريضات، ولكن هذا مختلف شوية، جات في الوسط كما كتشوفوا طالعة، وفي الجنيبات اللي هابطين. وكذلك عندنا رشيمة اللي في الصدر، رشيمة اللي كتجي هماوية وزوينة. ندوزو إن شاء الله لموديل آخر، رشيمات البلديين ديال الطرز الرباطي، اللي حتى هما جا الطلب عليهم بزاف. لا اللوينات لا رشيمات، صراحة شي حاجة اللي زوينة بزاف. اللوينات يعني ديال هاد الوقت هكا بارد شويش، وبالنسبة حتى للرشيمة ولا اللوينات اللي مدخلين فيه، شي حاجة اللي أنيقة بزاف، يعني اللي خدات اللوين بحال هكا هاد رشيمة، وكذلك اللوينات غيجيوهم زوين. وكذلك بالمقابل، يعني اللي واخدة اللون أخضر غيجي معاها لورانج واللوينات اللي دخلنا في الجلابه اللي فاتت. بالنسبه للرشيمه هي هذه، الرشيمه اللي سهله وزوينه في نفس الوقت. وبالنسبه اللي كتبغي رشيمات بلديين هكا ديال الزليج المغربي، عندنا هاد الرشيمه هذه اللي كتجي في الكميمات، كتجي راقيه وزويونه. ونوريها لكم حتى في جهه اخرى اللي جات شارجي بزاف، دابا نرجعوا ليها. المهم هذه التقريبيه، هذه جات عامره بزاف، لاني كتنقصوا منها الطريف، الطريف كتمشيو غير بديك الزوقاره اللي عندنا تمايك في الوسط. المهم ديك الساعه كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه لهاد الرشيمات اللي كيكونوا فيهم لي موتيف رقاقين، ما نصحكمش ديروهم بالابره الشرقيه. الابره عفوا، الابره الشرقيه كتحتاج، نشوفوا بعد هذا الموديل هذا، موديل اللي جا راقي وزويون بزاف، مخدوم هكا في الجهه ديال الكتيفات وهابط لنص الطوق. خديمه اللي انيقه وزوينه بزاف. بالنسبه للرشيمه ديالو هي هذه، شتو كي دايره، رشيمه اللي زويونه وكتجي بالطرز وكتجي بالتنبات. قلت بالنسبه للرشيمات اللي كيجيو في الابره الشرقيه، خص لي موتيف ديالهم يكونوا كبارين، وما يكونوش ملاصقين شي حدا شي، يكونوا بشويش بحال مثلا، يجيو متباعدين شويش. انا غنوريهم لكم في، خليتهم جمعتهم هما في الاخر، نوريهم لكم ان شاء الله. شتو هذه هي الرشمه اللي شفنا قبيلات في الكميمات، غير هنا هانتوما بالالوان جات احسن. هذيك اللي في الكميمات جات فيها غير دوك، غير هكا ديك اللي كبيره في القدام، ديك الدوارات اللي كبارين في القدام هما اللي مطروزين. بالنسبه لهاد الرشيمه هذه، هذا هو الشكل ديالها كله، يعني هكا عامر، جا شارجي. ندوزو ان شاء الله لموديل اخر، الموديل اللي صراحه زوين بزاف، فيه واحد الرشيمه في الكميمات رائعه، رشيمه بالطرز الرباطي، قفطان اللي كيحمق. بالنسبه لهاد الرشيمه تقدروا ديروها هكا في الكميمات، كما تقدروا ديروها هكا في جهه ديال الصدوق، ولا في جهه ديال الستر، يعني كيبقى لكم الاختيار. هي صراحه رشمه اللي كبيره وزوينه، رشمه هماويه. هانتوما شفتوا كي دايره، تقدروا ديروها في الجوايه هكا بجوج ديال الصدوق، لان راه هانتوما شفتوا رسمه مقابله. بالنسبه لهذه ما غاديش يجيكمش وهادو كاع اللي دوزنا تقريبا كاملين ما غاديش يجيو بالابره الشرقيه، داكشي باش ما نصحكمش ديروهم، لان كلهم شارجي، ولي موتيف اللي فيهم كيكونوا صغيورين. شوفوا لي التاج لاباس شحال زوينه، لا اللوين لا الخديمه باش مخدومه، وكذلك اللوينات اللي مدخلين فيها، جات شي حاجه اللي راقيه وزويونه بزاف. بالنسبه للرشيمه ديالها هي هذه، رشمه اللي ساهله، شفتوا ساهله بزاف. كتخدم هنايا خادمينها بالطرز، تقدروا تخدموها حتى بالتنبات، يعني ما كاينش اشكال. كيما خدمتوها غتجيكم، غادي تجي زوينه. ندوزو للرشمه اللي شفنا بحالها في الاول ديال الفيديو، غير هي بلوين اخر. الاولى اللي شفنا في اللون الخضر والموف، ياك كان في اللون الأخضر والموف. هادي هانتوما شفتوا داك اللون الترابي ومدخلين فيه الموف والديكرادي ديالو وكذلك الصقلي. رشيمه اللي زوينه بزاف وشي حاجه اللي راقيه. بالنسبه للرشيمه هي هادي، هانتوما شفتوا كي كتجي، وهادي غتجي سواء درتوها بالتنبات سواء بالطرز، زوينه بزاف كاع. يعني الرشيمه اللي هكا رشمه كتهضر على راسها، يعني هاد الرشيمه هادي زوينه بالنسبه لي. الا كنت نختار هاد الرشيمه.
ونبقاو مع الأناقة المغربية مع جليبة هادي في اللون خزي ومخدومة بالموتار. صراحة جلابة اللي جات كتحمق، جلابة هماوية وأنيقة بزاف. شوفوا لي ديك الطريزة كي جات فيها في الجهة هكا، في الجهة ديال الكتيفات مع هابطة هكا نص وكذلك في الكميمات راه ما درناش لاصقة مباشرة مع السيفة، خلينا واحد شوية ديال ليسباس، عاد درنا رشيمة. بالنسبة للرشيمة ديالها هي هادي هانتوما كي كتشوفوا، رشمة اللي زوينة وتقدروا تستغلوها كيما بغيتو، يعني تقدوا ديروها كيما محطوطة تما، كيما تقدروا نتوما تحكموا في الرشيمة كيما بغيتو. وشحال من مرة كيجوني أسئلة كيقول لك واش باقي الطرز في ألامود، ولا مثلا باقي التنبات باقي دارج ولا شي حاجة بحال هكا. بالنسبة لهاد الخدمات هاد البلدين هادو كيبقاو ديما عندك الطرز، التنبات، الرندا، هاد عفوا، والسيفو، هذا كلشي راه مازال ما يمكنلوش ما يبقاش. غير هو شنو الطريقه ديال الخدمه ديالو، ولا الطريقه اللي كنخدموه بها هو اللي كيخليه كيبان واش جديد ولا قديم. يعني الا شفتو غير شي لبسه كتكون هكا، لبسه حطيتو جوج لبسات، شوفوا بعدا هذه عاد نكملوا الهضره ديالنا. شوفوا هاد الطريزه هكا بلديه مخدومه بالقميص من التحت بالرندا غير هكا رقيقه، الرندا اما سينات اما ديك فروماجه، والطريزه جات فيها كتحمق الغوص فوشيه مع الكحل، وقميص لتحت موسين في الكحل. جات شي حاجه اللي روعه. بالنسبه للرشيمه ديالها هي هذه رشيمه اللي زوينه بزاف. قُلت إلا خديتو هنايا دابا غادي نبداو بالرشيمات ديال الإبرة الشرقية. شفتو كي كيجيو دايرين هادي، تاخدو غير وحيدة، تقدروا تخرجوها غير من التليفون تسكرينيوها وتكبروها، لأن راه كان مرة غتجي في التليفون راه تجي هاديك، وتمشيو كتعاودوها. هادي رشيمة كتجي بالإبرة الشرقية، وكذلك هادي رشيمة اللي راها مشهورة ودارجة دابا. قُلت لالا خديتو غير جوج لبسات راه غتبان لكم وحدة اللي قديمة ووحدة اللي جديدة من خلال الخدمة ديالها، أما تاخدوهم بجوج ومثلًا بجوجهم الطرز ولا بجوجهم التسنبات، ولكن من خلال الخدمة اللي فيها غادي تعرفوا بأن هذه راها قديمة وهذه راها جديدة. هذا هو الفرق، يعني الفرق كيجينا في الخدمة ماشي في التنبات واش باقي ولا في الطرز واش باقي، راه ديما باقي، ولكن في طريقة الخدمة ديالو هو اللي كيعطينا داك الاختلاف. هاد الرشيمات هادوك حتى هما كيجيو بالإبرة الشرقية، والطريقة د الخدمة ديالهم راه ساهلين. كتاخدو مثلًا اللون الأول كدوزو دوك الحروف ديالو كاملين، دوك الحروفات كتمشيو كدوزو كيما دوك الطراساج، داك الطراس كتمشيو كدوزوه، ومن بعد كتعمروا الوسط، كتعمروا دوك الفراغات. صافي. وعندنا حتى هادي اللي ما كيبغيش الأشكال الهندسية، عندنا هادي كدوبلو مثلًا، عندنا هادي عاطية راسها الفوق، كديروا عاوتاني وحدة مقابلة ديالها، بغيتو تكبروا لا بغيتو تكبروا الرشمة كديروا المقابل ديالها هكا من التحت، وكتجيكم رشيمة هكا كبيرة، تقدروا ديروها في جوج جهات كيما تقدروا تكتفيو فقط بجهة وحدة. عندنا حتى هاد الرشيمة هادي كتجي زوينة بزاف، هادي ديال الجهة، نتوما ديروا المقابل ديالها. كنرى الطريقة سهلة. شفتوا غادي ندوزو مثلا الحروفة هنايا مدوزينهم بالذهبي، والداخل بالموف كندوز الحروفة هكا بالذهبي كنخدم بهم، وكندوز عاد الدخلاني ديالها كندوزو بالموف على حسب اللون اللي كتخدموا بهم نتوما. كذلك هاد الرشيمة هاد الرشيمات صغارين كتاخدوهم بالتليفون، ولكن نتوما كديروا مثلا بحال هادي ديروا 3، غتمشيو كتخدموا تاخدوا 3 وحدات بحال هكا غتجيكم زوينين. شوفوا حتى هاد الرشيمة هادي كتجي الإبرة الشرقية. عرفتوا دابا شنو هو الفرق؟ باش كيفاش نعرف بأن هاد الرشمة كتجي الإبرة الشرقية وهادي لا؟ شفتوا الرشيمة ديال الإبرة الشرقية ها نتوما كيجي رشمة كبيرة وعندك فين تخدمي فيها، كيجيو لي موتيف ديالها واسعين. حتى هادي غتجيكم الإبرة الشرقية، داك الشيء علاش حطيتها لكم. هي من هنايا مخدومة بالطرز الرباطي، تقدروا تخدموها بالطرز الرباطي كيما تقدروا عفوا تخدموها بالتنبات، وكذلك تخدموها بالإبرة الشرقية. عندي حتى هاد الرشمة هادي اللي غادي تطلع زوينة بزاف بالإبرة الشرقية، غتجي بحال شكل السلسلة وشي حاجة اللي مختلفة، شي حاجة اللي عصرية، شي حاجة موديرن. غادي غادي دوزو الجنيبات ديالها باللوين، والداخل عاد تخدموها بلون اخر، داكشي باش ما تخدموهاش كلها بلون واحد باش تجيكم باينه احسن. بالنسبه هذه ديال المرضوخ، هاد الرسمه هذه ديال المرضوخ، ولكن حتى هي كتجيب الابره الشرقيه، يعني رشيمه المرضوخ كاملين كيجيو بالابره الشرقيه هذه باش ما يكونش عندكم فيها شي اشكال. عندنا حتى هذا الموديل هذا كان سبق لي شفتو واش بالتنبات ولا بالطرز مابقيتش عاقله، ولكني الشكل ديالو كيساعد انني نخدمو بالابره الشرقيه. كنتمنى تكونوا خديتوا فكرة هكا على الأشكال وعلى الرشيمات اللي يمكن لكم تخدموا بالإبرة الشرقية. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديوهات مقبلة بحول الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.